بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. تعالوا النهارده بينا مع بعض نعمله ايه؟ محشي مشكل بطريقة جديدة ان شاء الله تعجبكم ايه طريقتي. تمام. هنا انا معايا بتنجان ومعايا كوسة ومعايا فلفل ومعايا كمان كرنبايه صغننه. بقور معاكم ايه؟ كنت مقوره هنا البتنجان والكوسة، فبقور معاكم ايه؟ بتنجانتين، سبت بتنجانتين وكوستين اقورهم معاكم. تمام يا حبايبي. البتنجان انا ما بحبش اطريه قبل ما اقوره، بحب اقوره على طول عشان يتن لحمه ابيض كده وما يسودش منك. لو انت بتحبي الطري براحتك، لو هو سهل عليكي لو طريتيه براحتك، بس انا مش بحب اطريه. تمام يا حبايبي، انا بحب اقور زي ما انتوا شايفين كده على طول. بعمل حز كده ايه من البتنجانه او الكوسايه من فوق كده، واخد بالراحه كده ايه اقور ايه قلب الكوسه او البتنجان بالراحه، علشان ما تتخرمش مني ولا تتكسر مني. تمام. تمام يا حبايبي. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطيتوا لي اللايك ولا لسه؟ يلا بقى. لو انت ناسيه تحطي لي اللايك، انزلي حطي لي اللايك واشترك، ولو انت لسه جديده في القناه ما تنسيش تنزلي تشتركي لي في القناه وتفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وبحبكم يا اغلى اخوات. عايزه بقى اكلمكم على اسعار الخضار عندنا ايه، واشوفها زي عندكم ولا لا. هنا انا كان عندنا ايه، الكوسه دي انا كنت جايباها ب 15 جنيه. عندكم بنفس الثمن ولا لا؟ والبتنجان هو اللي كان سعره نوعا ما، كان كيلو ونص ب10. بس صراحه البتنجان كان جميل، قلبه ابيض كده وطري وكان جميل. اما الفلفل عندنا برضو كان الكيلو ب15. الغاليه بقى، الغاليه الخضره هي اللي ما شاء الله سعرها شديد قوي. يعني ربطة الكزبرة عندنا ب4 وب5. ربطة البقدونس عندنا بكام؟ ب3 جنيه. وربطة الشبت ب3. الأسعار عندكم زي عندنا؟ اللي أسعاره زي عندنا يكتب لي في التعليقات ويصلي بينا ايه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى حبايبي خلاص، كنت بقور معاكم الكوسه والبتنجان. حابه بقى اعرفكم حاجه. لو انت الكوسه والبتنجان والفلفل بتوعك دول هتعمليهم هتحضريهم وتجهزيهم قبلها بليله، ما تغسلهمش ولا تجيبي عليهم ميه، عشان لو غسلتيهم بسم الله ما شاء الله الكوسه معايا كلها حجم واحد، الله اكبر، ما هيش مخرمه ولا حاجه ولا متكسره. وزي ما انتم شايفين البتنجان معايا ابيض وجميل. هنا بقى انا بحب ايه، اقور الفلفل بالشكل ده. لو انت مش هتعرفي تعمليها اعمليها بالسكينه عادي، ايه شيلي العلق بتاعها بالسكينه عادي من فوق. تمام. الكوسه والبتنجان والفلفل لو انت هتعمليهم على انبيات ما تغسليهمش، زي عوريهم زي ما انا قورتهم كده، حطيهم في شنطه في كيس كده ايه بلاستيك، ودخليهم في التلاجة ما يطولهمش ميه. هنا بقى انا بقول لكم انا معايا كرنبايه حلوه صغننه كده هسلقها. احنا كنا سالقين الكرنب مع بعض. هنا بقى قبل بقى ما تشتغلي، يعني بعد ما تسبكي بقى تاني يوم وتخلصي حاجتك بتطلعي زي ما انا ايه ما هعمل دلوقتي. الحاجه بتاعتك اللي هي الكوسه والبتنجان والفلفل تغسليهم غسيل كويس، لان الكوسه ساعات بيبقى فيها رمل. بالذات الايه يعني احنا عاملين لها شرشره، مش يعني ايه مخططينها كده ايه بالمقوره. تغسلها غسله نظيفه عشان ما يبقاش ايه الكوسه ايه فيها رمل او ايه طينه. تمام. تغسليها وزي ما انا عامله كده ايه ترجعي تصفيها، علشان خاطر ايه تصفي ميتها ما تبقاش مجلده معاكي. تمام. طب في ناس بتحب تحطي للبتنجان يعني معلقه ملح وشويه ليمون وخل عشان قلبه ما يسودش. والله انا عادي، ما يعني انا ما بعملش كده، وبيطلع برضو البتنجان معايا ما شاء الله ابيض ومزبد وجميل. ما يعني بيطلع جميل. تمام. الطبخ ده اذواق، زي ما انت ما بتحبي اعملي. في ناس برضو بتحب تتبل الكوسه والبتنجان والفلفل برشه ملح وفلفل وكزبره ناشفه. عملتها قبل كده ما حسيتش باختلاف، بل بالعكس حسيت ان هي ايه احدقت سنه. تمام. اما انا يعني الخلطه بيبقى فيها ملح والشوربه اللي انا بسقي بيها بتبقى مملحه، يعني بينزل كل ده الطعم بينزل على قلب الكوسه والبتنجان بيحيقه وبيخليها جميله ومظبوطه. تمام. معايا بقى ما شاء الله الغاليه الحبه الحلوين دول كانوا ب10 جنيه. ما شاء الله اللي هي ربطه خضره وربطه شبت وربطه كزبره كانوا ب10 جنيه. يلا الحمد لله. اغسلي بقى الخضره بتاعتك غسيل كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. الخضره كانت مليانه طينه، اغسلها لغايه لما الميه بتاعتها تبقى ايه شفافه كده وجميله. هنا ايه حطيت عليها نقطتين خل وسبتها تتنقع شويه، الخل بيقتل اي بكتيريا. تمام. هنا بقى الطماطم ايه هنغسله كام طماطميه كده، انا هعمل كيلو رز، خدت حوالي كيلو وربع ايه طماطم. تمام. هغسلها غسله نظيفه. هحط واغسل كمان بقى قرنين الشطه دوم ايه هطحنها معاهم في الخلاط، لان هعملها بطريقه ايه تانية خالص، مش هسبك لا مش ايه مش هقللها البصل، هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. تمام. شيلي بقى عنق الطماطم بتاعتك كده وافتحيها وبصي عليها من جوه لو فيها حاجه فوق. بصوا انا فعلا الطماطم ما كانتش حلوه من جوه، الحته اللي مش حلوه شيليها.
تخلصي منها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. المره دي بقى انا ما صفيتش الطماطم زي ما بصفيها كل مره. عملتها يعني انا عامله المحشي المره دي بطريقه تانية خالص غير اللي انا متعوده عليه. انا متعوده ان انا الطماطم بتاعتي تبقى متصفيه، لان فعلا انا بحب الطماطم لما تبقى متصفيه. متعوده ان انا اقلي البصل بتاعي الاول، يعني اصفره بعد ما يصفر مني، بنزل بالطماطم وبنزل بقى بالبهارات بتاعتي والكلام ده كله لغايه لما تتسبك، وننزل بالخضره بتاعتي. انا زي ما انتوا عارفين بحب احط الخضره، شويه خضره في التسبيكه بتدي طعم. فالمره دي ما عملتش كده خالص، عملت المحشي بطريقه تانية زي ما قلت لكم. هسبك لها زي المكرونه، اللي هو هقدح لها سمنه وزيت زي ما انتوا هتشوفوا، وهسبكها لايه زي طب يعني ايه، مش عايزين نستعجلوا، هنشوفوا كل حاجه. انا هنا كان معايا الخلاط، قطعت فيه الطماطم بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، حطيت في شفشق الخلاط شويه ميه، وحطيت فيها قرنين فلفل اخضر بارد، وحطيت قرنين حراقين، وهحط كمان كام فص توم في الخلاط كله طحن مع بعض. تمام. انا هنا كان لقطه التوم ما جاتش. بصوا هنا بقى معايا حله، هحط شويه سمنه وشويه زيت. عايزه تحطي زيت للمحشي هيبقى جميل، بس احنا حطينا معلقتين سمنه كده يطعموا، ما احنا مش هنعمله محشي ولا بلحمه ولا بفراخ، فلازم تبقى مطعمه بقى الاكل بتاعي. تمام. احنا زمان اساسا ما كنتش انا، يعني انا طول عمري لغايه الان ما بحبش المحشي اكله بلحمه وفراخ، بحب اكل المحشي كده يعني بمخلل كده بس. انا ماليش في المحشي بفراخ خالص، واللي عارفني هيبقى عارف الكلام ده كده كويس. هنا قدحت الإيدام بتاعي اللي هو السمنه والزيت، ونزلت عليهم بالطماطم مش متصفيه، ورحت نازله عليهم بملح بهارات بقى حطيت نص البهارات، شويه ملح، شويه فلفل اسمر، شويه كزبره ناشفه. هنا حطيت رشه بهار مشكل، لا تمام، رشه بهار مشكل، وهحط كمان بابريكا، وهحط واحده مرق دجاج. وهسيب بقى التسبيكه بتاعتي تتسبك لغايه لما الإيدام بتاعي ينطر على وش الحله. تمام. بصوا هندي بس تقليبه، وهروح اجيب البابريكا من التلاجة واجي، لان انا التوابل اليومين دول حر، فبخاف عليها تبوظ، فبحطها في التلاجة. هنا حطيت معلقتين بابريكا يعززوا معايا لون الصلصه، يخلوها حمراء عشان انا ما كانش عندي صلصه. تمام. هتظبطي بقى ملحك وعلى حسب الحدق اللي انت بتحبيه. غطي بقى عليها وسيبها تتسبك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى هنا عبال ما تتسبك التسبيكه بتاعتي، هنا بقى معايا كام بصله حلوين كده. احنا متفقين ان البصل المحشي بيحب البصل. ماشي. المره دي بقى انا البصل ده هعمله بطريقه المرتة، حمرته، وحطيت نفس التوابل اللي حطيتها في التسبيكه هحطها في البصل، ملح وفلفل وكزبره. بس هنا بقى زودت كمون، لان انا كنتش حاطه في التسبيكه كمون، يبقى حطيت ملح وفلفل وكزبره وكمون وبهار مشكل. وهمسك بقى البصل بتاعي كده ادعكه في قلب بعضه كده زي ما انتوا شايفين كده. ولما التسبيكه بتاعتي خلاص تخش على بصوا زي ما انتوا شايفين هنا التسبيكه بتاعتي اتسبكت اهي، وقدامها نطر اهو. هنزل بقى بالبصل ياخد غلوتين 3 واطفي عليه. هي الطريقه دي بسم الله ما شاء الله بتنفع في الصيف، المحشي بيبقى خفيف ما بيسخطش على صدرك، تاكلي مهما تاكلي منه ما تشبعيش بجد. بس اللي بيحب المحشي بالطريقه اللي هي الاصليه بتاعتنا، ده حلو وده حلو، ده حلو وده حلو، الامانه الاتنين طعمهم جميل بجد. هنا بقى حبيت بقى احط الرز بتاعي اشوحه شويه مع التسبيكه زي ما انتوا شايفين كده. شوحي الرز بتاعك برضو يعني التكايه دي كانت حلوه برضو. انا عمري يعني ما كنتش بشوح الرز على النار، لا التكايه دي حلوه، مخليه الرز مفلفل وجميل وشارب كده من التسبيكه بتاعته، ولونه احمر وجميل بجد، كان جميل. امسكي بقى شوحي الرز بتاعك كده لغايه لما يتشوح ويشرب، وكل حبات الرز طيب يبقى يعني متشوحه كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا كنت بحب احط الخضره زي ما انتوا عارفين في قلب الصلصه، بتدي طعم احلى. بس انا النهارده عملت لكم بطريقه مختلفه خالص. دي الطريقه دي تعتبر ني في ني، الطريقه دي تعتبر ني في ني كله ني في ني، يعني المحشي خفيف وجميل. تمام. بعد ما شوحنا بقى الرز والصلصه زي ما انتوا شايفين كده، بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا ما فيهوش ميه ولا حاجه، والرز مفلفل وجميل ازاي ولونه جميل. لا هتنزلي بقى بشويه الخضره اللي معاكي، هو المفروض كان خضره اكتر من كده، بس يلا خدنا الريحه والطعم منها. تمام. بصوا في التوقيت ده كانت الريحه جميله جدا بجد. المحشي ده هيبقى حلو جدا، ومن اللي هو عندهم مشاكل في معدتهم او عندهم قولون زي مش هيتعبهم، وهيبقى خفيف على معدتهم.
بصوا الخضره هنا مصحصحه وجميله ازاي، مش دبلانه. بصوا انا دلوقتي بسخن، يعني انا بسجل معاكم وانا بسخن محشي تاني لولادي، واقفين لي في المطبخ والله العظيم لو في كاميرا لا صورته لكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. بصوا الحله اللي انا سبكت فيها هي اللي هحشي فيها، الحله دي ايه خفيفه مش تقيله، فحطيت لها ايه فرشه كده للمحشي، حطيت طماطم طرنشات وبصل طرنشات والعيدان بتاعت الخضره بتاعتي، وحطيت رشه ملح ورشه فلفل وحطيت رشه زيت علشان خاطر المحشي بتاعي ايه ما يلزقش. تمام. هنا بقى ايه بوريكم ايه، عشان دلوقتي هقعد على الارض ما اقدرش احشي وانا واقفه، بس بوريك انا بحشي ازاي. الكرنب اسهل منه مفيش، حشو الكرنب سهل. انا هنا الكرنب كنت سلقاه معاكم كذا مره. بجيب الكرنبايه بسلتها من الورق بتاعها واحط في ميه الغليه او بغللها ميه واحط فيها شويه ملح وشويه كمون ومعلقه صغيره سكر، وبنزل بقى بالكرنب بتاعي بديله ايه قلبه من هنا وقلبه من هنا، ما تهريش ورق الكرنب عشان تعرفي تحشيه. هي الكرنبايه دي بتاعتي كانت ورقها اللي هو خفيف مش تقيل. تمام، يعني ما خدتش مني وقت. زي ما انتم شايفين كده بحط شويه رز على الورقه وافرده كده على الورقه وابرمه عادي خالص، بس اهم حاجه ان انت ايه لفي الورقه كويس عشان الرز ما يطلعش منك. والبتنجان نفس الكلام، بتحطي حطي بقى الخلطه بتاعتك في البتنجان وما تكبسيش كده ايه. بصوا انا مش بحاول ما بكبسي الكوسه او البتنجان فيهم الرز جامد كده عشان الرز ياخد راحته وهو بيستوي، ما يبقاش يعني محسول، ما يبقى ني. يا دوبك انت بس بتدي له هبدتين كده على ايديكي خفاف علشان خاطر تنزلي. بصوا تنزلوا الرز تحت كده وتسيبوه مسافه ايه عقله صبع في الكوسه والبتنجان عشان لما يستوي ما يطلعش بره الكوسه او البتنجان. يا رب اكون بفيدكم بمعلومه. انا طبعا الفيديوهات اللي انا بعملها دي بعملها للبنات اللي لسه داخله على جواز او البنات اللي لسه متجوزه جديد وحابه تتعلم يعني ايه الاكل والشرب. تمام. برضو بالفلفل برضو هتسيبي له ايه حوالي عقله صباع عشان الرز يتنفس فيه ويستوي وما يبقاش نايم من ايه في قلب الكوسه والبتنجان والفلفل. حطيتين لايك ولا لسه؟ اللهم صل وسلم حطوا لايك. وبارك عليك حبيبي رسول. بصوا يوسف بيقول لكم حطوا لايك، لا هم ما بيحطوش لايك، هم بيخشوا يتفرجوا على الفيديو ما بيحطوش لايك. حطوا لايك. لا ريحته طالعه، لا لسه. انا بحب له قعر من زينا بيحب المحشي يبقى له قعر كده. طب قول لهم هو المحشي كان حلو ولا وحش؟ كان جميل والله. يعني الطريقه دي كانت، الاستاذ اللي بيقول ده كان جميل هو ما بياكلش غير كوسه وبتنجان وفلفل بس ملوش في الكرنب. بس احنا اللي بنحب الكرنب انا وبقيه اخواته وبابا. احنا زمان انا زمان ما كانش جوزي بيحب المحشي خالص 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 ولا ولادي. سبحان من غير الاحوال ايه من حل لحال. يعني انا زمان لما كنت بحب اكل المحشي كنت بحب أكل، يعني كنت باكله عند ابويا عند اخواتي الكلام ده كله. دلوقتي بقى ما اعرفش ايه اللي حصل، عيالي لما كبرت ما شاء الله بقى هما كل شويه اللي طالبين المحشي بجد. فكان يوم حلو قوي قوي يوم ما حبوا المحشي، كان كل شويه كل اسبوع عايزين ياكلوه. صح ولا غلط؟ طب اتكلم صح ولا غلط؟ صح. طب صوتك واطي ليه؟ بصي حاضر. هنا بقى هترصي، انتوا عارفين ان انا ما برصش ايه الكرنب ايه عشان الشوربه بتاعته تبقى واخده راحتها. بس هنا بقى حابه برضو اعرف ايه للبنات، لو انت حابه ترصي هترصي بصوا بالطول زي ما انتوا شايفين كده رصه بالطول اهي. هتخلصوا المحشي بتاعك هترصيه مره بالطول وتيجي عكسه بقى الحله ورصاه مره بالعرض. كده بقى هيدي فرصه ان الشوربه بتاعتك تنزل في قلب المحشي بتاعك من تحت، يستوي من النص ويستوي من الجناب، وتبقى حبايه المحشي بتاع يعني حبايه الرز بتاعتك مستويه آه مش نيه. تمام. وبحب برضو اسوي الكوسه والبتنجان والفلفل وهم واقفين. تمام. ما بحبش احطهم زي زمان كده يعني ايه احطهم كده نايمين، بحب احطهم واقفين كده بيبقوا احلى. تبقى الكوسه والبتنجان كده بيبقوا احلى زي ما انتوا شايفين كده. برضو حاطه الفرشه بتاعتهم تحت، حاطه قلب الكوسه وحاطه طماطم وبصل وحاطه رشه ملح وفلفل واسمها ايه ورشه زيت. وزي ما انتوا شايفين كده هنبداوا بقى نرص المحشي. والله كان تحفه. رشه زيت بيقول لي في حاجه اسمها رشه زيت. في حاجه اسمها رشه زيت او شويه زيت. لا لسه. طب اتكلم معايا بدل ما انت. حط اللايك. هو انت كل ما هتشوفهم تقول لهم حطوا اللايك؟ وبعدين ده هو عامل لكم مفاجاه في اخر الفيديو،
يعني بعد ما اتغدينا قال لي انا هقوم اعمل شاي واصور نفسي، هو ما يعرفش ان هو هنزل الفيديو ده معايا. بصوا البتنجان معايا بسم الله ما شاء الله كان جميل، بصوا بيلمع جميل. اه. بس البتنجانية دي كانت فيها شوية مية بتصفيها منها. مش انت كنت عامل فيها شيف؟ مش انت كنت عامل فيها شيف صغنن وبتعمل شاي؟ حط له اللايك يا حبايبي لو شفتوا اللقطة بتاعت اللي هو بيعمل فيها الشاي يعني ليا والبابا، حطوا له اللايك. بصوا بقى حشينا المحشي بايه، بسرعة الصاروخ فعلا، هو مخدش مني وقت. بصوا زي ما قلت لكم، احشي مرة بالطول ومرة بالعرض، هتدي الفرصة لان ايه الشوربة بتاعتك تنزل ايه في كل المحشي بتاعك وتسويه وتخلولك ايه بقى تحفة. واللي بيحب المحشي زي عيالي يحط اللايك. هنا بقى ما عندناش شوربه، ما احنا قلنا النهارده يوم اقتصادي من غير لحمه ولا فراخ ولا حاجه، كده كده في المحشي اساسا عشان يتعمل لازم له ميزانيه تانية. فعملت ايه، مسكت طماطميه ضربتها في الخلاط وحطيت 2 مرقه دجاج وحطيت رشه ملح ورشه فلفل ومعلقه سمنه بلدي زي ما انتم شايفين كده. وهنبدا نزقه ايه المحشي الكرنب. اول سطر في المحشي الشوربه بتتحط توصل لغايه اول سطر في المحشي. بصوا بقى انا هنا بهز الحله لقيتها عايزه حبه كمان، بترجعي تحطي لغايه لما السطر الاول يبقى باين ايه من محشي. اما الكوسه والبتنجان والفلفل بحب احشيهم يعني بزقيهم لتلت الحله، يعني الميه تبقى واصله لتلت الكوسه او البتنجان عشان انتي حاطه تحت قلب الكوسه، فقلب الكوسه بينزل ميه فعشان الحاجه بتاعتك ما تبقاش معجنه. هنا انا بقول لكم بصوا بسم الله ما شاء الله المحشي بتاعي بدا يغلي اهو زي ما انتم شايفين، بدا يغلي من جميع الجوانب بالنص. طالما المحشي بتاعي غلى من النص من الاطراف كده اعرفي ان المحشي بتاعك هيطلع مستوي من كل ايه الجهات وهتبقى جميل وهيبقى طري ومزبل وجميل. وبجد بجد بصوا برده الكوسه برده اهي والحاجه بتغلي اهي زي ما انتم شايفين. بجد بجد المحشي الكرنب اكن الدنيا شاتيه عليه، الكرنب كان تحفه. بقالي مرتين بجيب الكرنب يعني زبده، والله لسه ابني مصطفى بيقول لي يا ماما ده احلى من بتاع الشتا كمان. بصوا بقى هنا كان المحشي استوى وكان جميل ازاي. هنبداوا بقى ايه نغرفوه مع بعض. بصوا كان سخن على ايديا. كان لسه نازل حالا من على البوتاجاز يعني ما لحقش يهدى. بصوا بسم الله ما شاء الله نازل الصبع بصبع اهو. ونزلت كمان الكوسه اهو والبتنجان. بصوا سخن على ايدي، بس ما شاء الله مستوي والرز مفلفل وجميل وتحفه. بص جميل بس هو كان سخن. الصبع ده راح لصاحب نصيبه. هنا بص الكوسه كانت طريه وزبده زبده. بصوا بقى هي الطريقه دي جميله وكل حاجه، بس انا بحس ان الطريقه التانية بتدي حمار اكتر للمحشي. مش عارفه اللي متعود زي على اللي هي المحشي المتسبك يقول لي في التعليقات، لاني اول مره اجرب المحشي ده هو كان جميل. لا هنا بقى الاستاذ وهو بيعمل الشاي. ايه رايك؟ بس والله كانت احلى كوبايه شاي، شجعوه بقى بنات. بصي هو هنا ايه فكر ان انا مش هنزل فيديو فلقى الكاميرا شغاله فراح قال لك بقى تعالى نعمل فيها الشاي، اديك هنا معلقه شاي وهنا معلقه شاي. بص على حسب السكر بيقول لك على حسب الرغبه، وماما ما بتحطش على الشاي بتاعها سكر، صح كده صح كده. بصوا هنا بقى المحشي بتاعي بعد ما خلصته كان جميل. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. متنسوش تدعولي ان ربنا يتم شفايا على خير، ومع السلامة في فيديو جديد بمشيئة الرحمن. مع السلامة. سلام.